ازيكم يا جماعه؟ معاكم طارق من تكبر. عاملين ايه؟ يا رب اشوفكم بتضحك دايما. مش عارف ابدا بيه ازاي من كتر ما هو حماسي. فعليا ده اكبر تغيير من فتره كبيره قوي، اكبر الايفنتس اللي ابل عملتها، وهو WWDC، مؤتمر المطورين. وده المؤتمر اللي ابل بتعمله كل سنه عشان تقول كل او اكبر الابجريدز اللي عملتها، ونص تاني من ناحيه الابديتس بتاعت السوفت وير، من ناحيه المنتجات واللابتوبس والماكس الجديده، واختراع عبقري حرفيا هيغير مفهومنا من ناحيه المستقبل تماما. اللي احنا كنا شايفينه مستقبل هو مبقاش مستقبل خلاص. ابل قدرت انها تحقق المعادله دي. انا مش عارف هي بتعمل ايه في الباك جراوند، بس اكيد هي بتبهدل الدنيا. شايف ان دي بصراحه اكبر طفره حصلت من ساعه ما ستيف جوبز اعلن الايفون، ودي حاجه عظيمه جدا. هنتكلم النهارده عن تفاصيل مهمه قوي. ده مؤتمر المطورين اللي ابل بتعمله كل سنه عشان تعلن عنه عن كل الابجريدز الجديده والابديتس بتاعت السوفت ويرز الجديده، الاي او اس والايباد او اس والماك او اس والتي في او اس، كل السوفت ويرز. بالاضافه ان ساعات بيقولوا او بيعلنوا عن برودكتس جديده. المؤتمر كان كبير قوي، فانا قسمته نصين. جزء هنتكلم فيه عن كل البرودكتس اللي اعلنوا عنها والاختراع العبقري اللي هيفرق جدا في المستقبل بتاعنا. هنتكلم عن كل تفاصيلهم في الفيديو دوت، وفيديو تاني هينزل بعد ده على طول ممكن في نفس الوقت عن كل الابديتس بتاعت السوفت ويرز الجديده. المؤتمر بدا بشكل عظيم وعبقري كالعاده. تيم كوك بدا يتكلم عن اول برودكت اتكلم عنه، هو الماك بوك اير M2 ال 15 انش. نفس الشكل، نفس التفاصيل، نفس كل حاجه في الماك بوك اير M2، بس فرق ان عمل ستريتشنج للشاشه، فبدل 13 انشز بقت 15.4 انشز تقريبا. وده شيء كويس جدا. دلوقتي بقى فيه لابتوب 15 انش خفيف من غير مروحه من غير صوت، ودي حاجه جامده جدا. وباتري لايف عظيمه جدا، وفي شاشه اكبر. ابل بتقول ان اللابتوب دوت هو اسرع لابتوب وارفع 15 انش لابتوب موجود دلوقتي في السوق. طبعا بيقارنوا بين المعالجات من انتل بالكور اي 7 البيس موديل، دول ان هي اسرع منها بمرتين، احسن منها من ناحيه الشاشه بمرتين، اسرع ب 25%، واحسن في البطاريه ب 50% من اللابتوبس الثانيه. وده شيء كويس جدا، اللي هي بتقدر تقعد معاك لغايه 18 ساعه من الباتري لايف. وابل بتقول ان ده ارفع لابتوب موجود في العالم، 15 انش، بيجي ب 11.5 ملم، وزنه بيجي حوالي 3.3 باوند. سطوع الشاشه 500 نتس، واللي بتقول ان هو 50% اكتر من اللابتوبس بتاعت انتل، مع 6 سماعات واللي بيديك صوت جامد جدا وبيساعد جدا في السبيشال اوديو، و3 مايكات واللي هيساعدك جدا في الفيديو كولز مع الكاميرا 10x80 فول اتش دي مع السنترال ستيج، وبتديك افشنسي وجوده احسن في الفيديو كولز وانت بتتكلم او بتعمل ميتنجز. عامه في حاجه جامده جدا بقى في اليونيفرسال كيبورد، ان انت زي مثلا مع الايفون بتاعك تاخد كوبي من مسجز لايموجي او ستيكر معين وتعمله بيست على طول في الماك، ودي حاجه لطيفه قوي في اليونيفرسال كيبورد. والسعر بتاعه بيبدا من $1300، واللي بيخلي ان الماك بوك اير الام 2 عادي نزل $100، والماك بوك اير العادي ب $1000 بس. واتنقل من الماك بوك اير 15 انش للابل سيليكون بعد ما عملوا ابديت او دمجوا الابل سيليكونز مع بعض. لو انت قارنت باول ابل سيليكون الام 1 برو او الام 1 العاديه، الام 2 ماكس اوريدي كويسه جدا. تخيل بقى عملوا كومبينيشن تاني بقى الام 2 ماكس مع الام 2 ماكس، عملوا الام 2 الترا. تاني برودكت هم حطوا فيه الام 1 الترا هو الماك ستوديو، اسرع ب 25% من النسخه اللي فاتت. اقعدي هنا بس سكت، اقعدي تحت. واللي بتديك 20% اداء اسرع من السي بي يو بتاع الام 1 الترا. بقى بيديك 24 كور في السي بي يو و76 كور في الجي بي يو، متخيل؟ واداء النورن انجن دلوقتي بقى اسرع ب 40%. واليونيفايد ميموري دلوقتي متخيل ان هو بقى اكتر من الام 1 الترا بحوالي 50%، بيوصل ل 92 جيجا بايت، متخيل؟ واللي بقى اسرع 50% في عمليه تحليل الفيديوهات وبرامج 3 دي زي الاوكتا اكس. فالمهندسين يقدروا يرندروا اسرع ب3 مرات عن الجيل اللي فات. والفيديو اديتورز المفروض اللي هم زي حالتنا، استغفر الله العظيم يا رب، يعني مش زينا قوي، بقى يقدر يحط 8K فيديوز 22 ستريم، يعني 8K كده ستريمز مع بعض في نفس التايم لاين، 22 8K برودس، بقى سموث جدا وانت بتتحرك. والحاجات الجامده جدا ان البورتس في الماك ستوديو بقت اقوى بشويه حلوين. ال HDMI دلوقتي اجمد حاجه فيه ان هو بقى بيدعم ال 8K لغايه 240 هرتز. متخيل الجمدان؟ دلوقتي بقى الماك ستوديو بتاعك لو معاك شاشه بتدعم 240 هرتز تقدر تديك لغايه 8K 240 هرتز، ابجريد كبير من ال HDMI اللي فات. وتقدر توصل من الماك ستوديو دوت 6 برو ديسبلايز. متخيل الموضوع يعني جامد ازاي؟ 4K. متخيل العبط اللي هو حوالي تقريبا 100 مليون بكسلز. انت متخيل الرقم عامل ازاي؟ لو كتر قوته. والشيء الجامد جدا البيس موديل بتاعك بيبدا برضه بالرقم كويس جدا، واللي هو $2000 بس. اعتقد ان هو فعلا رقم مغري جدا، وتقدر تاخد برودكت وتقدر تحقق حاجات كتيره قوي منه نفس سعر الماك بوك الام 1 برو،
بس انت بتتكلم دلوقتي انت دوت، انت شخص هيقعد عندك الاوفيس بتاعك مش هتتحرك كتير، وعندك الديسبلاي وعندك السكرين بتاعتك وكل حاجه، والبيس موديل بتاعك تقدر تشتغل عليه ويديك برودكت حلو جدا، تقدر ساعتها تجيب الماك ستوديو. والسعر بتاعه فعلا انا شايف ان هو مغري جدا وبيديك قيمه كويسه جدا مقابل السعر ده. واخيرا بعد كذا سنه بقى في نسخه جديده من الماك برو، واللي هيبقى اسرع من اخر انتل بيست ماك برو ب3 اضعاف، واللي بقى يقدر يرندر جزء من فيلم من افلام ديزني، يقدر يرندر المشهد كله جزيره بكل الهندسه والتكستشر الموجوده فيه، ويقدر ينكود ليهم لبرورز في نفس الوقت بكل سلاسه. ودي الماكينه الانتاجيه الاقوى بالنسبه لصناع الافلام الكبيره اللي بياخدوا جوائز اوسكار بعيدا عن صناع المحتوى، لان فعلا الماك برو الجديد البيس موديل غالي جدا. بيبدا سعره من كام؟ تخيل، بيبدا من $7000، 6999. والماك ستوديو انا شايف انه احسن بكتير قوي، بس خلينا متفقين ان دوت للصناع او الشركات الكبيره او شركات الانتاج الكبيره، لان الموضوع بيفرق جدا، بيديك حاجات عمرك ما تتخيل تقدر تعملها من الاوفيس بتاعك، وفي نفس الوقت انت بيديك بورتس وتقدر تعدل فيه زي ما تحب من ناحيه الاستورج بتاعتك، ويقدر يشيل معاك رامات لغايه 192 يونيفايد ميموري. ده شيء جبار لان الرقم فعلا مرعب جدا. فيا دوبك اقفل الفيديو دلوقتي واروح احجز الماك برو اللي ب $7000، ده شيء شايفه رخيص جدا طبعا. اتفه واروش حاجه شايفها كويس جدا للناس، لو انت عايز تشتري المبصره بالطول موجوده، لو عايز تشتريها بالعرض برضو موجوده، وكده برافو عليك يا ابل. كده الناس هتقدر تشتري وتصرف $7000 ومش هيجيبوا الويلز، العجل بتاع المبصره القديمه اللي تقريبا كانت كام، عمل $200 تجيب 4 عجلات ب $200 ومن غير فرامل. باي ذا واي دايما تمشي ورايا، فدي مشكله بائسه، لازم تشرب من كوبايتي دايما. قول لي تحت في الكومنتس ايه اللي فعلا عجبك، اكتر حاجه عجبتك، بس شايف ان في ابديت احنا ممكن نعمله او في حاجه نفسك تسال عليها، اكيد قول لي تحت في الكومنتس. بس كده هو ده الفيديو بتاع النهارده، شكرا جدا انك شفت الفيديو لغايه دلوقتي، اشوفكم في الفيديو اللي جاي. بيس، سلام.